فنان الكبير الاستاذ محمود عامر، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. النهارده حضرتك انت في الوقفه بتاعت الفنانين، وعرفت ان هي فنانين واداريين وفنيين. تقول ايه النهارده؟ اقول ان على مدى سنوات طويله استطاعوا المهيمنين على حركه الثقافه ان هم يوقعوا ما بين الفنان وما بين الاداري وما بين الفني، وعملوا طبقات وسط الوزاره، واصبح في شبه عداء مستحكم ما بين كل الطوائف الموجوده. اشمعنى ده بياخد عن ده واشمعنى ده مش هياخد عن ده؟ احنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه واقفين بنبعت رساله للسيد وزير الماليه والسيد وزير الثقافه وكل المسؤولين ان الناس دي خلاص فاض بيها وطقت، ويعني دماغها ساحت من كتر انها بتنتظر اي فرج ومفيش اي حاجه. فاحنا بنطالب باسوه بتوع عمال النقل وعمال ما اعرفش ايه كده بتاع ان هو 100 شهر مكافاه نهايه الخدمه. وزاره الثقافه بيطلع بياخد 6 شهور او 7 شهور معاش. لا في 3 شهور كمان يا استاذ. كمان يعني في، انا بقول لحضرتك يعني 35 سنه خدمه عشان ياخد 7 شهور معاش، وعلى الاساسي من 5 سنين فاتوا. احنا بنطالب مساواة بالمصريين كلهم. يعني انا النهارده في الراديو سمعت ان بتوع الغاز عاملين وقفه، الراجل الفني بياخد 2800 جنيه شهري وعايز يساوى باللي بياخد 7000 جنيه. يعني لما يبقى، مع احترامي طبعا انا لا اقلل من حجم اي عمل، لكن لما يبقى عامل ياخد 7000 جنيه ويبقى واحد غيره ياخد 600 جنيه او 700 جنيه، ما هو ده فاتح بيت وده فاتح بيت. أيوة. ده بيدفع ايجار وده بيدفع ايجار، ده بياكل وده بيشرب. أيوة. يعني هو البشر واحد، ما بيفرقش بقى ما بين كبير وما بتاع. فاحنا واقفين بشكل متحضر محترم يليق بالثقافه اللي هم حاطينها في المرتبه ال5 او ال6. يعني ما فيش واحد رئيس جمهوريه باستثناء حمدين صباحي حاطط الثقافه بمرتبته التي تليق بها. فاحنا جايين نقول ان الثقافه مش كماله عدد، لا دي واجهه حضاريه لكل البلد، والثقافه مش هفيه يا سيد وزير الماليه، وحقنا هناخده بالادب وبالاحترام. ما كانش هنلجا للاعتصام، ما كانش هنلجا للاضراب عن الاكل، الى ان ناخد حقوقنا كلنا في وزاره الثقافه، فنان اداري عامل فني، لا فرق بين اي احد من هؤلاء على طول. ربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلدنا. الله يخليك. امين يا رب. شكرا يا استاذ محمود. الله يخليك. اقول كلمه بس اخيره. اتفضل. بطلب من كل الزملاء في كل القطاعات، محك ظهرك اللي ضفرك، وبارك الله في الجماعه. لما يبقى في وزاره الثقافه اللي فيها الاف مؤلفه واطنان ما يكملش الموجودين حوالي 500 600، عيب. ولما يجي حقكم تاخدوه هتضربوا تعظيم سلام للناس دي كلها اللي واقفه في الشمس عشان خاطرها. شكرا. شكرا يا استاذ محمود، الف شكر.